شرف حقيقي بالنسبة لي أن أتواجد هنا أمامكم، إنه فخر بالنسبة لي أيضا أن أفوز بهذه الجائزة الرائعة في عالم كرة القدم وفي كرة القدم الأفريقية تحديدا. هذه الجائزة ليست مني فقط وليست لي فقط، بل هي لكل الأطفال الأفارقة والمغاربة الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم يوما ما. كذلك هناك أشخاص آمنوا بي يوميا منذ طفولتي، ساعدوني على بلوغ هذه المرحلة اليوم كي يصبح اللاعب الذي أنا عليه اليوم. يجب أن أشكر هؤلاء الأشخاص. سأبدأ بشكر جلالة الملك الذي مهد لنا الطريق وقدم لنا كل الإمكانيات ولكرة القدم المغربية كي تتطور، وللشعب المغربي نحن فخورون جدا بما حققه لنا وقدمه لنا. أشكر كذلك رئيسي السيد ناصر خليفي بثقته من اليوم الأول منذ أن قمت بتوقيع عقدي. نحن مع بعضنا البعض منذ 5 سنوات الآن. زملائي في الباريس سان جيرمان كذلك، مدربي، كل الطاقم الذين ساعدوني كي أتواجد هنا اليوم وأصبح اللاعب الذي أنا عليه بثقتهم بمساعدتي كي أتحسن وأتطور كلاعب وكشخص. شكرا لهم. إذا سأشكر كذلك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع الذي أيضا قدم لنا أفضل الظروف لكرة القدم المغربية. أنا فخور بأن يكون هو رئيس اتحادنا، وأتمنى أن تكون فخورا بنا كذلك كما نحن فخورون بك سيدي. وكما قال زميلي بونو، سأحاول أن نقدم كل شيء لكي نقدم الكأس الأهم، كأس أفريقيا. يجب أن أشكر كذلك مدربي السيد وليد. ليس من السهل أن يكون مدربي هو يعرف أنني لاعب صعب الميراث في بعض الأحيان. زملائي كذلك البعض منهم هنا، منير وكذلك بونو أيضا أهنئه على جائزة أفضل حارس. كذلك كل زملائي كذلك في المنتخب المغربي لكرة القدم، إنه شرف حقيقي أن ألعب إلى جانبكم، وأنتم ساعدتموني كثيرا كي أفوز بهذه الجائزة الليلة وأن أنمو وأتطور كلاعب وكشخص كما قلت. وأتمنى مع بعضنا البعض أن نفوز بأفضل كأس، وهي كأس أفريقيا إن شاء الله.